طب انا كنت متردد شويه عن ان انا اعمل الحلقه دي، بس متردد ليه؟ متردد عشان خاطر ما كنتش عايز اعمل عن العقارات تاني يعني. اتكلمنا بما فيه الكفايه، ولكن عشان انا مهتم جدا بالقطاع ده وبالصناعه دي، وحتى وانا في سفري خارج البلد في زياره عمل لاحدى الدول الافريقيه ما قدرتش امسك نفسي، وقلت ابص على الاسعار، وقلت اسال بنفسي ايه اللي بيحصل. طيب انا النهارده في مدينه كيب تاون، اللي هي تعتبر تاني اكبر مدينه في جنوب افريقيا. عايز اقول لكم ان البلد جنة الله في الارض، من احلى البلاد اللي انا شفتها في حياتي، وهبقى اخصص لها حلقه منفصله اتكلم فيها عن السياحه في البلد دي، عشان انا بعرف اسافر كويس وبعرف احجز كويس وبعرف اجيب اسعار كويسه وبعرف اتفسح كويس. فدي ممكن تبقى حلقه تانية، بس النهارده هنتكلم عن العقارات. طيب انا هنا اتاكدت بما لا يدع مجالا للشك ان مصر دي خساره فيها ان الواحد يدفع فيها اي فلوس في العقارات باسعارها الحاليه. ليه؟ اولا، احنا مش عايشين، احنا بنتكلم على دولة افريقية يعني اقتصادها يكاد يكون قد مصر اذا كانش اصغر شوية. وممكن اكون انا معطياتي مش ابديتد او مش متحدثة، ولكن هو النهاردة احنا بنتكلم العملة بتاعتهم، احنا بنتكلم في حوالي اليورو او الدولار بيعمل حوالي 17 راند جنوب افريقي، يعني تقريبا العملة بتاعتهم بتعمل حوالي 3 جنيه مصري. بيوت حلوة جدا على الجبل، على الخضرة، خضرة لا لا نتخيلها، بص على المحيط كلها. مفيش QR كودز، مفيش حد يقول لك انت داخل البحر فين، البحر متاح للجميع. البحر مش حلو زي البحر بتاعنا، ولكن منظر رائع. طيب بكام بقى؟ بكام القصة دي؟ عادي جدا ممكن تلاقي لك شقة حلوة ب 3 4 مليون رند، اللي انا بقول عليها دي شقة صغيرة، استوديو او 1 بيدروم. هنخش على التو بيدروم او 3 بيدروم، بقول لك شايف المحيط، المحيط الاطلنطي، ووراك جبل اخضر كله، وعايش عيشه. انا ما كنتش اتصور بلد عامله زي اوروبا. حتى المنطقه اللي انا قاعد فيها دلوقتي دي اسمها كامبس باي، اللي هي تعتبر احلى وارقى حته في كيب تاون. جميله، انت كل اللي ماشيين في الشارع الناس كل يوم بتجري الساعه 7 الصبح، بتجري على الكورنيش. الناس دلوقتي قاعده على البحر بتتشمس، بتشوف مستنيه غروب الشمس. جمال ليس له مثيل، خلاص، وخضرة ليست لها مثيل في كل مكان. تيجي تبص بقى على العقار المصري اللي في التجمع اللي في وسط الصحراء، حاجة تسد النفس. حتى اللي جوه الكومباوند برضه يسد النفس. يسد النفس ليه؟ كله ملزق في بعضه. انا ما اعرفش ليه. يعني هنا الناس عايشين فيلا دور واحد، دورين بالكتير، اقصى حاجة 3 ادوار، وكله لازم يبقى كله شايف البحر، محدش يقفل على التاني. احنا ليه عندنا، ليه التكدس ده؟ الارض عندنا اصلا صحراء ملهاش قيمه. فانا ده تساؤل من التساؤلات الغريبه اللي عندي، ان احنا عندنا ليه ما اعرفش بنبني لفوق، ما بنبنيش ليه افقي، بنبني راسي، كله التوسع بتاعنا راسي. والحاجه التانية الذوق العام عندنا زفت، للاسف يعني اقول الكلام ده، زفت جدا. مفيش ذوق اصلا، مفيش رقي كده في التصميم، ولا اي حاجه خالص. تحس ان العمارات كلها شكلها بلدي. انا ما اعرفش مين اللي صمم التصميمات الغريبه اللي موجوده في التجمع والشيخ زايد. كان زمان اللي انا عارفه ان الحكومه بيبقى عندها زي ستاندرد بتوافق عليه من حيث الالوان والاشكال اللي بتعمل بيها الديزاينز او بتعمل بيها تصميمات الفلل او العمارات. طبعا الكلام ده طبعا مش موجود خالص. انت تيجي تبص على تجمع والشيخ زايد والحتت دي الجديده كلها، تحسها تغمم النفس. ليه؟ بسبب قله الخضره والتصميمات العشوائيه، كل واحد مالي على مزاجه، والذوق يعني ما جاش. فتيجي تحسب تقول لا، عائد على استثمار؟ مفيش عائد اصلا على الاستثمار، انت بترمي فلوسك في الارض. للاسف انا كنت متخيل الكلام ده موجود في اوروبا وامريكا حتى يعني انا بقول افريقيا يعني. ولكن للاسف الدوله دي اقرب ما تكون الى اوروبا، مش افريقيا. فاللي انا عايز اوصل له في الاخر، لا، احنا العقارات عندنا ما تسواش الفلوس دي خالص. لا تستحق تماما. من جميع النواحي، من ناحيه الاستثمار، من ناحيه الاستمتاع، من ناحيه السكن، من ناحيه كل حاجه.
حاجه يعني حاجه مبالغ فيها جدا. والكلام ده مش جديد، والكلام ده الناس كلها بتقوله. والكلام ده لو جينا قارنا العقار في دبي المصري بدبي، وقارناه بالرياض، وقارناه بجنوب اوروبا، وقارناه حتى في بعض الاماكن في امريكا، اسعار متقاربه جدا وقيمه مقابل سعر مفيش. احنا عندنا العقار في مصر ليس له اي مقابل او عائد. انا مش عارف بجد الناس بتدفع الفلوس دي كلها ليه. وانا لو انا عندي القدره الماليه ان انا ادفع الفلوس دي، ما اروح ادفعها في بلد زي ما انتوا شايفين حواليك اهو. بصوا يا جماعه البحر، ده المحيط ورايا، ده المحيط. ده انا قاعد في اوتيل بيبص الاوضه بتاعتي بتبص على المحيط. وبرضه هبقى هكلمكم عن الموضوع ده. الاوضه بكام؟ الاوضه ب 3000 جنيه. استوديو، مأجر استوديو ب 3000 جنيه في الليله. ده ما يطلعونيش النهارده في العين السخنه في قريه متوسطه الحال. واديكم شايفين الشمس عامله ازاي، شويه وهتغرب. حاجه خياليه. التذكره غاليه طبعا للبلد دي، ولكن انت لو جيت قعدت شهر هنا هتستمتع اكتر من مصر مليون مره. هتطلع الجبل في يوم، هتروح تشوف الحيوانات في يوم. مش عايز اتكلم كتير عن السياحه، ولكن العقار خلاصة مصر لا تستحق الا لو انت جايب البيت ده مضطر سكني عشان انت بتنزل مصر، لو انت ساكن بره او لو انت هنا ساكن جوه. ولا حتى لو انت ساكن جوه في مصر، انا رايي الشديد البسيط قصدي، اجر. مصر لا تستحق. احتفظ بفلوسك كلها دولارات او في اسهم ابرك مليون مره، او في ذهب. مصر العقار فيها لا يستحق تماما تماما. حتى العقار الساحلي والعقار العين السخنه والبحر الاحمر وغيره لا يستحق القيمه اللي بتدفع فيه مقابل اللي انت بتاخده. واخر حاجه عايز اتكلم عليها يا جماعه، ايه النظافه دي؟ ايه النظافه دي بجد؟ ايه النظام ده؟ مرور ونظافه ملهاش حدود. انا عارف ان هي منطقه سياحيه، زي تقارن بشرم الشيخ وتقارن بمراسي، ولكن هنا مفتوحه للجميع. يعني ايه مفتوحه للجميع؟ يعني كله بيعمل اللي هو عايزه، محدش بيحاسب حد او محدش بيبص على حد، يعني المنقبه هنا موجوده، المحجبه موجوده، اللي قلعه موجوده، السمره موجوده، الملونه موجوده، البيضه موجوده، الشرق اوسطي والخليجي موجود. كل اجناس العالم موجود على البحر، محدش بيبص لحد. شبه دبي وامريكا واوروبا والحتت اللي احنا عارفينها دي. وزي ما بقول لكم المباني هنا كلها دور 2 3 بالكتير. في حته تانية اسمها سي فرونت او سي بوينت، انا اسف، دي يمكن فيها شويه عمارات اعلى شويه، اوتيلات كلها 6 و7 ادوار، ولكن غير سكني، وكله برضو شايف البحر، كله ورا بعضه، وكله شايف البحر. والدبان يا جماعه، انا ما اعرفش هو ان احنا عندنا في مشكله دبان. انا كنت عايز اتكلم عن الموضوع ده بقالي كتير. انا ما شفتش دبانه من ساعه ما جيت. الشمس طالعه اهو، مفيش دبانه واحده شفتها. دبانه، مع ان البلد كلها خضره وزرع وشجر وغابات، مفيش دبانه واحده. غريبه جدا. ولا شفت. انا سافرت امريكا، وسافرت الشرق الاقصى، وسافرت اوروبا، وسافرت حتى الخليج، مفيش دبان. البلد الوحيده اللي شفت فيها دبان هي مصر، معرفش ليه. انت قاعد في الساحل الشمالي النهارده، للاسف انا كنت مصيف في شهر 7. البحر نفسه انت هوا، ومع ذلك فيه دبان. فده سببه ايه؟ محتاج في علامات استفهام كتيره قوي بالنسبه لي. سبب الدبان موجود ليه في مصر؟ غير ان في مشكله هايجين او مشكله نظافه؟ لا، في اكيد حاجه، في سبب انا ما اعرفوش. بس مستحيل يكون ده شيء طبيعي. مستحيل يكون ده شيء طبيعي. شكرا. وهعمل لكم حلقه ان شاء الله عن جنوب افريقيا بالتفصيل زي ما انتم شايفين اهو. ده المنظر من ورايا، وده منظر الجبل برضو. جبال يا جماعه حاجه خرافيه. جبال من كل ناحيه، جبال وخضره وزرع وبحر. وفي الاخر يقول لك الساحل الشمالي والعين السخنه والكلام الفارغ ده، ويخش ويطلع عينك عشان خاطر تنزل البحر او تعزم حد من قرايبك وغيره. شكرا.